بص، مش هقعد أقولك إن الفيديو ده خطير وهيغير حياتك، ولا إن لازم تكمله للآخر علشان فيه مفاجأة في النهاية. كل الكلام ده اتقال كتير وما بقاش له معنى. أنا هقولك حاجة واحدة: لو حاسس إنك مش فاضي، اقفل الفيديو وشوف حاجة خفيفة تضحكك وأهي بتعدي. بس لو لسه عندك شوية طاقة أو حتى صوت جواك بيقولك كمل، فأنا بوعدك إنك هتسمع كلام ممكن يلمسك بجد. أنا مش بعمل فيديوهات علشان أعد مشاهدات، أنا بعمل محتوى من كتب ومن تجارب ومن ناس عايشة النجاح والتغيير. يعني اللي هتشوفه هنا هو الخلاصة، ويمكن أكون سبب بسيط، بس أكون سبب في إنك تتغير للأحسن. الحياة قصيرة، بس أغلبنا عايش كأن معاه وقت الدنيا كلها. عايز الحقيقة؟ الإنسان العادي بيعيش حوالي 30 ألف يوم بس، ولو عندك 30 سنة يبقى ضيعت 11 ألف يوم منهم راحوا ومش هيرجعوا تاني. وإحنا طول الوقت بنقول هعملها بعدين، بس بعدين دي أخطر كلمة ممكن تقولها، علشان بعدين بتتحول لولا يوم. في الدقايق الجاية هفهمك إزاي تعيش وقتك صح، مش بس تنظم وقتك، تعيشه بكل لحظة فيه. يلا نبدأ. الفصل الأول: الزمن بيلعب بيك. خدت بالك إن زمان الصيف كان بيتهيألك إنه عمر؟ كان اليوم الواحد بيعدي كأنه أسبوع كامل. إنما دلوقتي السنة بتجري كأنها شهر. ده مش وهم، دي دماغك اللي بتهيألك. زمان وانت صغير كل حاجة كانت جديدة عليك، ولما الحاجة بتكون جديدة يعني مخك بيركز، وساعتها الوقت بيعدي ببطء. إنما دلوقتي نفس الفطار، نفس الروتين، نفس مسكة الموبايل، مخك بقى بيتجاهل كل ده، وعشان كده أيامك بقت شبه بعض. انت واقع في فخ الزمن. بس في خبر حلو: تقدر تكسر الفخ ده. جرب طريق مختلف للشغل، كلم حد متعرفوش، اعمل حاجة جديدة كل أسبوع. كل ما دماغك تشوف جديد، كل ما الوقت هيبدأ يبطأ تاني. ده مش سفر عبر الزمن، ده اسمه العيشة اللي بجد. الفصل التاني: الأولويات. أغلب الناس فاكرة إن الانشغال يعني إنتاجية، بس الحقيقة لما تبقى مشغول ده بس معناه إن الجدول بتاعك مليان، مش إن حياتك مليانة. في طريقة غيرت تفكيري تماماً: اختبار القعدة على كرسي بعد المعاش. تخيل إنك عندك 90 سنة وبصيت ورا على حياتك، هتهمك إنك ترد على إيميل كمان؟ ولا هتفتكر الضحكة اللي ضحكتها مع أصحابك، الحضن اللي حضنته لأهلك، الحلم اللي جريت وراه بكل شغفك؟ ساعتها أولوياتك هتبقى واضحة زي الشمس. في طريقة قوية جداً: اكتب كل الحاجات اللي نفسك تعملها، وبعدين حدد 3 بس. الباقي ده قائمة التجنب بتاعتك، علشان تقول لكل حاجة، يعني في الحقيقة بتقول لأ للحاجات اللي بجد تستاهل. الموضوع مش إنك تعمل أكتر، الموضوع إنك تعمل اللي بيفرق كل يوم. الفصل الثالث: العلاقات. العلاقات زي حسابات البنوك، كل رسالة، كل لحظة، كل ذكرى، يا إما بتحط رصيد يا إما بتسحب منه. كلمة حلوة إيداع، تتأخر عن الميعاد سحب. أغلب الناس بيستنوا اللحظات الكبيرة: عيد ميلاد، هدية، عشا شيك. بس اللي فعلاً بيبني العلاقة الحاجات الصغيرة: رسالة عامل إيه، تفتكر الحاجات اللي بيحبوها، وجودك في يوم صعب. وفي حاجة غريبة بس حقيقية: المواقف الصعبة اللي بنعديها مع حد بتقوي العلاقة أكتر بكتير من اللحظات الحلوة. وما تنساش الناس اللي علاقتك بيهم خفيفة، الراجل اللي شغال في القهوة اللي بيسلم عليك وعارف مشروبك قبل ما تطلبه، زميل المدرسة اللي على الفيسبوك من سنين والشات فاضي. الناس دي بتوصلك لأفكار جديدة، شغل جديد، وحتى جزء جديد من نفسك. عايز تمد وقتك وتوسع العالم بتاعك؟ ادي شوية منه للناس.
لما تساعد حد، الحياة مش بس بالطول، دي بتبقى أعمق وأجمل. الفصل الرابع: الشغل وأهدافك. أحسن فرص الشغل اللي ممكن تجيلك موجودة بره منطقة الراحة بتاعتك بشوية. المنطقة دي اسمها الاحتمال القريب، المساحة بين اللي تعرفه واللي ممكن تتعلمه. تقول بس أنا لازم أمشي في طريقي. الطريق ده بيخلي الناس تتزنق في شغلها. أكبر غلطة إنك تجري ورا الفلوس بدري، وإنت في العشرينات أو التلاتينات انسى الفلوس واجري ورا الخبرة والمهارات. كل مهارة جديدة بتتعلمها كأنك اشتريت تذكرة حظ للنجاح اللي جاي. الفلوس بتيجي بعد المعرفة دايماً. فكر أقل في التدرج الوظيفي وفكر أكتر في متاهة الوظيفة. اتحرك يمين شمال حتى لو خطوة لورا. كل حركة بتبني لك مهارات محدش يقدر يقلدها، وده اللي بيخليك صعب تتعوض. وعايز خدعة ظريفة؟ استغل التسويف بتاعك بشكل أكتر تفصيلاً. التسويف يعني التأجيل المتعمد، إنك تتأخر عن حاجة بقصدك، مش علشان ظروف أو نسيتها. مش طايق تعمل مهمة معينة؟ خد الطاقة دي ووجهها تتعلم حاجة جديدة. عارف مشاريع التسويف اللي بتبدأها هي دي غالباً الحاجات اللي بتحبها بجد. الفصل الخامس: الصحة والحيوية. الصحة مش بس علشان تعيش أطول، الصحة هي الباور اللي بيشغل كل حاجة تانية في حياتك. صحة أحسن يساوي تركيز أحسن، مزاج أحسن، قرارات أذكى. فكر فيها كده، تحب يكون عندك 8 ساعات وانت فايق ومليان طاقة، ولا 12 ساعة وانت مهدود ومنهك؟ الحقيقة الطاقة أهم من الوقت. ما تقولش هنام لما أجيب آخري، إزاي يعني؟ النوم هو السلاح السري لعقلك. لو ما نمتش كويس تركيزك بينهار، ذاكرتك تتلخبط، ومزاجك بيبقى في الأرض. عايز تطور حياتك؟ احمي نومك كأنه كنز. وفي خدعة بسيطة، انت في الحقيقة شخصين، نسخة الصبح ونسخة بالليل. نسخة الصبح بتحط خطط جامدة، نسخة بالليل هي اللي لازم تنفذها. ما تخليش نسخة بالليل هي اللي تخطط، لأنك لو نمت من غير ما تنفذ هتصحى مش هتنفذ حاجة. ابني روتين ينفع للاتنين. خد دي عن تجربة كده على السريع. جرب التمارين الصغيرة: 10 ضغط، تمارين ستريتش لمدة 5 دقايق، تمشية خفيفة. جسمك اتخلق علشان يتحرك، مش يقعد 8 ساعات بيقلب في الموبايل. الحركة بتصفي دماغك. واقف في مشكلة؟ حرك جسمك، وكتير جدا الحل بيجيلك بعدها على طول. دي كانت بس البداية، ولو الكلام لمسك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ما تفوتش الجزء التاني، لأن كل يوم بيعدي هو فرصة إنك تعيش بجد. أشوفك قريب.